السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب تانية ثانوي عاملين ايه الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب وبأفضل حال. النهاردة إن شاء الله معانا الامتحان رقم 6 من امتحانات كتاب المعاصر. خلاص هانت، احنا فاضلنا امتحانين ويبقى احنا الحمد لله خلصنا امتحانات المعاصر كلها. يلا بينا على طول نبدأ مع أول سؤال. أول سؤال ده طبعا بيقول لك in the opposite figure the angle of reflection بكام؟ ده طبعا بيتكلم عن اللايت ريفليكشن، انكسار الضوء. في اللايت ريفليكشن أهم حاجة عندك هي نورمال. شرط أساسي لازم يبقى عندك reflecting surface mirror، حاجه بتعكس لك الضوء reflecting surface. تمام. ايه اللي حصل؟ اللايت انسيدنت ده بيسموه انسيدنت لايت راي، انسيدنت لايت راي. والانجل 60 دي بيسموها ايه؟ بيسموها فاي. الفاي دي يعني ايه؟ فاي يعني انجل اوف انسيدنس. الكلام ده نظري مهم. يلا اكتب انجل اوف انسيدنس، زاويه السقوط. طيب هيحصل له ريفليكشن بانجل سيتا. سيتا دي بيسموها انجل اوف ريفليكشن، زاويه الانعكاس. تمام. طيب وده اسمه ايه؟ اللايت راي اللي خارج ده بيسموه ريفلكتد لايت راي، شعاع الضوء المنعكس، ريفلكتد لايت راي. المهم هو قانون واحد، القانون واحد بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفاي قد السيتا، الانجل اوف انسيدنس قد الانجل اوف ريفليكشن. يبقى السيتا بكام؟ ب 60 درجه على طول. يلا بينا. السؤال اللي بعده من الاسئله الحلوه جدا جدا، تكتب عليها كده ان هو سؤال حلو. ليه بقى؟ لان هو بيقول لك انا عندي ترانسفيرس ويف. لعاشر مرة نقول الفرق ما بين اللونجيتيودينال ويف والترانسفيرس ويف. جبت لك الانيميشن بتاعهم في الامتحانين اللي فاتوا. تمام. اللونجيتيودينال ويف الترانسفيرس ويف ايه دي شكلها. تمام. بيقول لك if the horizontal distance، horizontal يعني المسافة دي، ده كده horizontal، وده كده vertical. اللي بالطول هو الفيرتيكال، واللي بالعرض ده بيسموه horizontal. تمام كده horizontal. مهم جدا تعرف الموضوع ده. الاكس اكسس ده يعتبر هوريزونتال، الواي اكسس فيرتيكال. الواي اكسس يعتبر ايه؟ فيرتيكال. يلا بينا. هو بقى بيقول لك ايه؟ if the horizontal distance between a crest and the trough 10 سنتيمتر. ادي دي كده اسمها كريست، ودي كده اسمها كريست. تروف، تروف. بيقول لك المسافه ما بين من كريست للتروف، الهوريزونتال ديستانس اللي ما بينهم ب 10 سنتيمتر. بيضحك عليك، والله العظيم بيضحك عليك. ليه بقى؟ لان انت عشان تجيب الويف لينث، تمام، مش تجيب الويف لينث هتقول له مش ايكوال 10. الويف لينث هي مسافه من كريست لكريست تانية اختها. يبقى انت محتاج 10 كمان، يبقى 10 في 2 يعني 20 سنتيمتر. كتر الف خيرك. طيب ايه تاني؟ معلومه مهمه تانية، بيقول لك والفيرتيكال ديستانس ب 5 سنتيمتر. الفيرتيكال ديستانس من الكريست للترف. تمام. يبقى من الكريست للترف كام؟ 5 سنتيمتر. انت عارف ان كده ده عشان تجيب الامبليتيود. تاني معلش ثانيه واحده. عشان تجيب الامبليتيود ايكوال، هل ايكوال 5 ولا ايكوال 5 اوفر 2؟ اوفر 2 لان انت المفروض محتاج المسافه من هنا من الزيرو لحد فوق. هو بقى مديك ضعفها، هو مديك كلها، يبقى انت هتقسمها على 2 هتطلع معاك 2.5. طيب هو عايز ايه بقى من الاخر؟ هو بيقول لك الويف لينث قد ايه من الامبليتيود. يعني من الاخر هتقسم الويف لينث على الامبليتيود. الويف لينث 20 والامبليتيود 2.5، تطلع معاك على طول 4 4 تايمز، يعني 4 اضعاف. هتبقى الاجابه فين؟ اهي ادي 4 تايمز. سؤال حلو قوي، خلي بالك، سؤال جديد. اللي بعده بيقول لك a child hold a string، خيط او حبل with a stone at its end. يعني هو ماسك كده طوبه وقام ربطها بحبل. ماشي. يبقى طبعا احنا عارفين الفورس سنتريبتال ناحيه السنتر والاكسلريشن سنتريبتال ناحيه السنتر. if the child suddenly go lets go of the string while the stone is at position x. تمام. عايز يعرف الدايركشن بتاع الموشن. الموشن هتبقى عامله ازاي؟ الموشن الموشن بتبقى، مش عارف ان الموشن بتبقى تنجنت. الموشن تنجنت. طب الفورس لو كان قال لك مثلا نفس السؤال بس كان بيسأل الفورس، قول له الفورس دي دايما بتبقى perpendicular towards، راح هتشاور على السنتر. خلاص بقى احنا قلنا الفكره دي كتير قوي. قلنا الموشن تنجنت، تنجنشال سبيد، تنجنشال في.
انما الفورس بيربنديكولار ناحيه السنتر. طب والاكسلريشن نفس الكلام، نفس زي الفورس بيربنديكولار towards السنتر. خلاص بقى، خلاص عرفناها. يبقى الموشن تنجنت. يعني ازاي ارسم تنجنت؟ اجي هنا هي بتلف انتي كلوك وايز ولا بتلف كلوك وايز؟ لا قال لك دي مش بتلف كده خالص، دي بتلف انتي كلوك وايز. انتي كلوك وايز اهي. يبقى انت هتقوم جاي هنا راسم تنجنت في تنجنشيال. يبقى الاجابه طبعا دي غلط، ده اتجاه الفورس، ده اتجاه اي هبل. يعني هتعرف ان ده حاجه اسمها سنترفيوجل، بس طبعا مش عليك. الاثنين دول صح، لان الاثنين دول يعتبر تانجنت، بس هو كده ماشي. بص ده ماشي كده، والموشن اصلا ماشيه كده، فده كده كلام اي كلام. هو ده صح، هو ماشي بص مع اتجاه الموشن، ماشي تانجنت. هي دي صح. السؤال الرابع بقى سؤال برضو من الاسئله الجميله وتقيله، سؤال تقيل. ليه بقى؟ بيقول لك an object falls freely from a point of height h node. تعالى نرسم كده الرسمه. جسم بيقع 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 لحد الارض. ادي الارض. الهايت كام؟ قال لك الهايت اسمه اتش نوت. تمام. بيقول لك at what height from the ground will the object potential energy 1/4 of its kinetic energy. يعني هي هتوصل كده عند نقطه وهي واقعه بتقع تحت، هي بتقع عماله بتقع 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 بتقع. هتيجي هنا عند هايت معين، هو بقى عايز يعرف الهايت ده. تعال نسميها هايت اتش داش مثلا، ونقول النقطه دي اسمها بي ودي كده اسمها ايه. تمام. بيقول لك عايز يعرف اتش داش دي بكام اللي تخلي البوتنشال انرجي 1/4 من الكاينيتيك انرجي. حلو قوي، حلو جدا. يعني بوتنشال انرجي عند بي ايكوال ربع كاينيتيك انرجي عند بي. حاضر. ده اسمه ايه؟ قلنا الامتحان اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله ان ده اسمه اللو اوف conservation of energy. law of conservation of energy، قانون بقاء الطاقة. قانون بقاء الطاقة. يعني الميكانيكال انرجي constant، لا تتغير. energy is neither created nor destroyed but it's changed from one form to another. الطاقة يعني ايه؟ يعني neither created nor destroyed، ولا احنا بنخلقوها ولا بندمروها، لكنها بتنتقل من فورم، من يعني من مثلا من ثيرمال انرجي لكاينيتيك انرجي لهيت انرجي لبوتنشال انرجي. احنا بنقعد ننقلها من فورم لفورم تاني. طيب ميكانيكال انرجي كونستنت، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان ميكانيكال انرجي ات ايه، نفس الخطوات بنعملوها في كل مساله. ميكانيكال انرجي عند ايه ايكوال ميكانيكال انرجي عند بي. صح. تمام. الميكانيكال انرجي بتتفك لايه؟ قال لك بتتفك الكاينيتيك انرجي بلس بوتنشال انرجي. كاينيتيك انرجي بس عند بي بلس بوتنشال انرجي. تمام. ماذا بعد؟ انت عارف الجسم وهو فوق، وهو فوق لسه ما وقعش، الكاينيتيك انرجي بتاعته زيرو. اه لسه عارف اهو. يبقى الكاينيتيك انرجي بزيرو. هتعمل ايه؟ هشيل الكاينيتيك انرجي عند ايه بزيرو. خلاص اهي راحت. حلو، ركز بقى معايا. بص انا هعمل ايه دلوقتي. انا دلوقتي هعوض بقى، هعوض هنا. البوتنشال انرجي عند ايه ايكوال الكاينيتيك ات بي بلس البوتنشال ات بي. تمام. تمام قوي. البوتنشال عند ايه ده ماكسيموم، يعني ام جي اتش نود ايكوال. تمام. هتيجي هنا بقى هتشوف والله هو عايز فيلوسيتي ولا عايز هايت. واضح كده من الاختيارات ان هو عايز هايت. يبقى انت محتاج البوتنشال انرجي. انت هتفك البوتنشال انرجي دي ام جي اتش، فانت عايز تحافظ عليها. انت عايز تشيل الكاينيتيك انرجي عند بي، عايز تشيلها وتحط مكانها بوتنشال انرجي. فتيجي عند الايكويشن اللي هي جيفن، اللي هي بتقول لك ان البوتنشال انرجي ربع الكاينيتيك انرجي، وتودي الربع ده هناك. يعني كاينيتيك انرجي at B equal 4 potential energy at B، وتشيل الكاينيتيك انرجي وتحط مكانها 4 potential energy at B plus potential energy B. تمام. يلا البوتنشال انرجي بيتفك ايه؟ ام جي اتش. يلا بينا. عايزين بس كده ايه ان احنا نفضي مساحه شويه، معلش. فهاجي اعمل كده ثانيه واحده، معلش، ونجيبوها فوق شويه. نجيبوها فوق شويه عشان نفضي مساحه، مفيش مكان. يلا بينا. يلا نكمل. ام جي اتش نوت زي ما هي، بس هتشيل البوتنشال انرجي ات بي وتكتب مكانها 4 ام جي اتش
عند بي الهايت اسمه اتش داش بلس ام جي اتش داش. ها، هو ام جي اتش داش مضروبه في 4 بلس ام جي اتش داش يعني كام؟ قال لك يعني 5 ام جي اتش داش. تمام. يبقى انت عندك دلوقتي ام جي اتش نود ايكوال 5 ام جي اتش داش. تعمل ايه؟ والله انا مش لاقي مكان اكتب فيه، فاحنا ممكن نكتبه كده فوق. يلا بينا. ام جي اتش نود، مساله حلوه قوي بصراحه، ايكوال 5 ام جي اتش داش. يا مسهل يا رب. انت عارف ان الام هتروح مع الام، هو نفس البادي نفس الماس ونفس الجرافيتي، والجي هتروح مع الجي. يعني اتش نود تساوي 5 اتش داش. هو عايز مين؟ هو عايز اتش داش قد ايه من اتش نود، يعني هتودي هناك، يعني هتطلع معاك اتش داش هي عباره عن اتش نود على 5. اهي اخيرا وصلنا. سؤال حلو جدا جدا جدا. تمام. يبقى انت تاني عملت ايه؟ انت فكيت، شلت الكاينتيك انرجي حطيت مكانها البوتنشال انرجي. سؤال صعب وتقيل، وانا انصحك بصراحه ان انت توقف الفيديو كده وتحله تاني لوحدك. لازم تبص. انت ممكن تشايفني بحله فالموضوع تمام سهل بالنسبه لك، بس لما توقف الفيديو وتحله تاني لوحدك تفرق معاك كتير. السؤال اللي بعده ده بقى سؤال مباشر الحمد لله. عايز ريليشن ما بين الورك والسيتا. ورك وسيتا. انت عارف ان الورك اصلا ايكوال فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيتا. يعني الورك مع السيتا العلاقه ما بينهم كوزاين. طب انت عارف شكل الكوزاين كيرف ده بيبقى عامل ازاي؟ ايوه يا مستر عارف، بيعمل كده اهو. ده كوزاين. ده كده شكل الكوزاين. طب ومستر لو كانت ساين كانت هتبقى عامله ازاي؟ قال لك هتبقى عامله كده. دي كده جراف ساين. بس طبعا يبقى الاجابه طبعا ده انفرس غلط، دايركت غلط. دي كده بادئه من الزيرو، اللي بادئ من الزيرو ده ساين دايما. اللي بادئ من الزيرو ساين. انت عايز العلاقه تبقى كوزاين. اهي كوزاين. كوزاين. طب بتعرف ازاي؟ جرب كده حط السيتا بزيرو. والله السيتا بزيرو هيطلع معاك الورك ماكسيمم. طب السيتا ب 90، النقطه دي 90 ديجري، هتلاقي الورك بزيرو، فهي تطلع طبعا معاك دي على طول. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده حلو قوي، عشان بص ما بين السطور بيسألك في معلومة ما بين السطور. هي كانت ابلكيشن على التوتال انترنال ريفليكشن. بيقول لك there are two reflecting prism. reflecting prism لازم تفتكر كده ان الريفلكتنج بريزم ده البريزم اللي بيعكس الضوء ده الاندكس بتاعته ب 1.5. يعني من الاخر الفاي كريتيكال بتاعته ب 41.8 ديجري. ما بين السطور دي انت بص لما تيجي كده افتح الكتاب تلاقي ما بين السطور. مهمة جدا، معلومة مهمة. اكتب عليها كده معلومة مهمة، طالما سألك عليها تبقى مهمة. مهمة. يلا بينا. ادي اللايت. تعالى بقى ايه زي ما عملنا في الامتحان اللي فات نرسم بالمسطرة عشان الرسمة بس تطلع مظبوطة يعني. ادي اللايت نازل بانجل. هتقول لي 90، لا يا حبيبي هي دي مش انجل 90، دي انجل المفروض ان هي زيرو، لان عامل مع النورمال انجل زيرو. فاحنا هنكمل مع اللايت. يلا بينا هنكمل مع اللايت اهو. ادي اهو اللايت. بعد كده بتعمل ايه؟ برسم نورمال. تمام الله ينور عليك. يلا نرسم نورمال. معلش ثانية واحدة. انا عارف معلش انا ممكن اطول عليك وقت الفيديو، بس عشان تتعلم ازاي ترسم عشان تطلع معاك الرسمة مظبوطة. اهو. وادي النورمال. بعدين بص بقى، بص خطوة خطوة بالراحة، خلي المسطرة هنا جنبنا عشان هنحتاجوها. ادي 90، بس خلي بالك ان الفاي بزيرو. تمام، هي 90 مع السايد بس مع النورمال زيرو. طيب هنا كده هتبقى برضه 90. 90 و45 هيبقى لك هنا كده 45. دي كده 45، يبقى دي كمان 45. وتشوف هي الفاي دي اكبر من الفاي كريتيكال ولا اصغر؟ لا دي اكبر منها. لما الفاي تبقى اكبر من الفاي كريتيكال يبقى ده كده ايه؟ توتال انترنال ريفليكشن. لما الفاي تبقى اكبر من الفاي كريتيكال يبقى الضوء هنا هينعكس، عشان كده اسمه ريفلكتنج. خلي بالك هو عشان كده بيسموه ريفلكتنج بريزم، مش هو بيعكس الضوء. هيعكس لنا الضوء اهو. ثانيه واحده اهو. ادي الضوء ريفلكتد هيجي هنا، طالما خارج 90 هيكمل 90 زي ما هو، طالما داخل 90 هيكمل 90 suffering no deviation. 90 اللي هي زيرو قصدي، يعني هي 90 هي انجل انت شايفها 90 بس مع النورمال هي زيرو. تمام. بعد كده هترسم نورمال. يلا بينا. ادي النورمال. رسمنا نورمال. بعد كده يحصل ريفليكشن تاني عشان هو اسمه ريفلكتنج بريزم، بيقعد يعكس الضوء جواه.
يلا بينا اهو، يحصل له ريفليكشن يخرج بره. طيب 45 هتلاقي دي كمان 90 90 و 45، فدي كمان 45 45. وطبعا طالما الفاي اكبر من فاي كريتيكال يبقى خلاص اتاكدنا ان هو فعلا هيحصل له ريفليكشن، يبقى دي كمان 45 ودي كمان 45. دي احلى حاجه بقى في الريفلكتنج بريزم ان تلاقي كله جوه 45. 45 و45 90، يبقى لك هنا كام؟ 90. طالما اللايت خارج 90 يبقى يخرج suffering no deviation. ماشي. السؤال بقى حلو جدا. ليه؟ لان هو بيقول لك when the light ray emerge from prism y، هيخرج كده من بريزم واي ده، خرج its path will change by angle كام؟ والله اللايت كان نازل كده، نازل لتحت، انسيدنت لتحت، دخل البريزم وهو باصص لتحت، خرج من البريزم التاني وهو برضه باصص لتحت، يبقى هو غير مساره ازاي؟ والله كان بص، كان اللايت انسيدنت كده باصص لتحت، وبعد ما عدى في البريزم خرج برضه باصص لتحت، يبقى مساره ما اتغيرش، هو فضل مكمل في مساره. هو ده الباص تشينج، هو ده الباص ديفرنس. مفيش باص ديفرنس، هو زي ما دخل زي ما خرج. تمام. طب مثلا لو كان اللايت نازل كده لتحت، خرج مثلا يمين، يبقى هو كده غير مساره 90 درجه. والله كان جاي كده كسر كله يمين. طب والله اللايت مثلا لو كان نازل لتحت خرج لفوق، يبقى هو كده غير مساره 180 درجه، وهكذا. تمام. فسؤال حلو برضه، فكره جديده. الساتلايت اوربتس ا ديستنس كذا، يبقى انت معاك الديستنس اهي. ماشي، كنت رايح في خيرك. from the center of a planet such that the gravitational acceleration 0.5. ازاي اجيب الاوربيتال سبيد؟ في قانون كده احنا كنا قلناه واحنا بنشرح الجرافيتيشنال فيلد، الفي ايكوال روت جي ار، على طول تعوض فيه على طول. روت يجيب 0.5 والار اللي هي المسافه 9.36 تايمز 10 باور 6، تطلع معاك ايه على طول؟ 2.16 كيلومتر بير سكند. طبعا هي المفروض هتطلع معاك يعني المفروض 2160 وحاجه، بس انت طبعا عشان تحولها هتعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3، هتطلع معاك كيلومتر على طول. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك انا عايز الريليشن ما بين البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي. انت عارف ان الميكانيكال ايكوال الكاينيتيك بلس البوتنشال؟ اه عارف يا مستر. يعني الكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي مع بعض قال لك اديتيف انفرس، هما الاثنين عكس بعض. لما الكاينيتيك تزيد تلاقي البوتنشال تقل، عشان يفضل ايه؟ الميكانيكال ثابت كونستنت. يعني الاثنين مع بعض اديتيف انفرس. تمام. يبقى انت قدامك اختيار، ده اديتيف انفرس صح، وده اديتيف انفرس صح، ده غلط دايركت وده دايركت غلط. يبقى انت قدامك ده وده، بس طبعا لازم تختار اللي انجل فيها 45، لان اللي ده بيزيد وده بيقل. فاهم قصدي؟ يعني اللي الكاينيتيك انرجي بيزيد والبوتنشال انرجي بيقل، فلما تيجي تجيب السلوب اللي هو تنسيق هيطلع معاك نيجاتيف 1. يعني الاخر التان 45 دي بتعرفك ان الاثنين قد بعض، ان البوتنشال انرجي على الكاينيتيك انرجي ايكوال نيجاتيف 1. نيجاتيف دي عشان السلوب مايل يعني، فانت لما تاخد تان 45 هتطلع معاك 1 على طول. شايف 1 دي يعني الاثنين قد بعض، اللي ده بيزيدوا ده بيقلوا، عشان كده طبعا عشان كده نيجاتيف 3. فلازم تختار اللي فيه انجل 45. تمام. اللي بعده بيديك هنا ويف متكونه من كومبريشن، ده كده كومبريشن، كومبريشن وريرفاكشن، كومبريشن ريرفاكشن، كومبريشن ريرفاكشن، وهكذا. طيب استفدت ايه؟ والله الصراحه انا خدت بالي كده وانا برسم ان من اكس لواي دي عباره عن موجه، والتانيه ونص، يبقى الان ب 2.5 ويف. شايف؟ من كومبريشن لكومبريشن موجه، كومبريشن لكومبريشن موجه تانيه، ريرفاكشن نص موجه. طيب والمسافه اللي ما بينهم 10 متر اهي جيفن في السؤال. طب والفريكونسي 100 هرتز جيفن في السؤال. عايز ايه؟ انا عايز اعرف السبيد. طيب السبيد ايكوال ويف لينث في فريكونسي. انت عايز السبيد، الفريكونسي معاك ب 100 جيفن، جيفن. ازاي اجيب الويف لينث؟ قال لك الويف لينث ايكوال اكس على ان، المسافه على نمبر اوف ويفز. الاكس ب 10، نمبر اوف ويفز 2.5، تضربها في 100، تطلع معاك على طول 400. يعني تعويض مباشر تطلع معاك 400، لان دي كده 10 على 2.5 في 4، 4 في 100 تطلع 400،
وما تنساش طبعا اليونت متر بير سكند. متر بير سكند. السؤال اللي بعده سؤال حلو برضو. بيقول لك انا عندي كوره كده هنا كانت عندي ايه. show a ball placed at the top of an inclined surface. The ball can reach the ground by falling vertically. ان الكرة هتفضل تقع 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 لحد ما تنزل على الايه. تمام. بيقول لك or by sliding او ممكن ثانية معلش ثانية. هو بيقول لك ان هي ممكن تقع من ال بي على طول تقع كده، او ممكن تقعد تتزحلق كده. يعني انت قدامك حلين. الكرة دي اللي فوق اللي هي عند ايه، يا اما تقع على طول عند بي كده، يا اما تفضل ايه تتزحلق لحد ما تقع. ماشي، كتر الف خيرك. بيقول لك neglecting الاير ريزيستنس والفريكشن. مين في الاختيارات دول صح؟ قال لك الكاينيتيك انرجي عند سي قد الكاينيتيك انرجي عند دي. عشان ليهم نفس الهايت. يبقى الكاينيتيك عند سي قد الكاينيتيك عند دي، والبوتنشال عند سي قد البوتنشال عند دي، نفس الهايت. والميكانيكال عند سي قد الميكانيكال عند دي، نفس الهايت. يبقى الاختيار الاول ده صح. طب الكاينيتيك ات بي واي ايكوال عند بي واي ايكوال، ده هنا الهايت بزيرو، صح. يبقى الكلام ده كمان صح. طيب الميكانيكال قد بي قد دي، طبعا كده كده من غير ما افكر الميكانيكال طول عمره كونستنت. يبقى طبعا كل الاختيارات صح. all of the above. سؤال خفيف يعني. ده اللي بعده. if the refractive index of water 4/3 والبنزين 3/2، يبقى اندكس الووتر 4/3 واندكس البنزين ب 3/2. تمام كده، ان البنزين ايكوال 3/2. هو عايز ايه؟ هو عايز الريلاتيف ريفراكتيف اندكس من الووتر للبنزين. ريلاتيف ريفراكتيف اندكس ما بين تو ميديمز من الووتر للبنزين. انت عارف ان دي ايكوال ان بنزين على ان ووتر. التاني على الاولاني. ان بنزين ب3/2 وان ووتر ب4/3. تطلع على طول معاك 9/8. السؤال اللي بعده. which of the following is true regarding a body moving in a uniform circular motion. circular motion وعندك جسم كده، طبعا الفورس سنتريبيتال باصه للسنتر، والاكسلريشن سنتريبيتال باصه للسنتر، واتجاه الموشن تنجنشال. تمام كده. طيب الاكسلريشن acts to decrease السبيد. غلط. لا الكلام ده غلط. الاكسلريشن هو كل اللي وظيفته ان هو بيغير الدايركشن. يعني ايه تتغير؟ يبقى هو فين اهو due to the change in velocity. يبقى الاكسلريشن ده موجود بسبب تغير الاتجاه. يبقى هي طبعا اختيار دي. انما الاكسلريشن اسمها يونيفورم، يعني السبيد ثابته. فاهم؟ يعني الاكسلريشن بيقول لك ديكريز السبيد، لا السبيد ثابته. وانكريز السبيد، لا السبيد ثابته. فانيشنج السبيد، لا. هي طبعا الاجابه دي يونيفورم. السؤال اللي بعده فكره جباره. سؤال جبار. ليه بقى؟ هنا هو بيجايب لك سمبل هارمونيك موشن، بندرم بيتحرك، وبيسالك انا عايز التايم تي 1 اللي هو من اكس لواي وقت قد ايه، ومن واي لزد وقت قد ايه. تمام. مع يعني هو قال لك ايه، مع احترام ان هم ليهم نفس المسافه. وطبعا انت ايه هتروح تختار ايكوال على طول لان هم نفس المسافه، وده طبعا كلام مش مظبوط. طب ليه بقى؟ قال لك لان البندرم وهو طالع لفوق هنا كده هو سرعته عاليه، وهو طالع لفوق هو رايح للزيرو سرعته بتقل، الفيلوسيتي بتاعته عماله بتقل. تمام. يعني نكتبه كده، ده كده الفيلوسيتي هنا قليله، قليل الفيلوسيتي قليل، وهنا الفيلوسيتي عاليه. انت عارف حتى البندم ده وهو نازل هنا كده بينزل ايه، زحليقه سريع جدا. طب انت عارف بقى من الترم الاول ان الفيلوسيتي ديستانس على تايم. عرفت دلوقتي اهو، فيلوسيتي ديستانس على تايم. وبما انهم عندهم نفس الديستانس اهي دي ودي، يبقى الفيلوسيتي والتايم انفرس بروبورشنال. يعني الفيلوسيتي انفرس مع التايم. يبقى اللي عنده فيلوسيتي عاليه عنده تايم قليل، واللي عنده فيلوسيتي قليله عنده تايم كبير. تمام. يبقى انت طبعا لما تيجي تعمل تي 1 على تي 2، يعني تايم قليل على تايم كبير. ثانيه واحده. تي 1 دي اللي من اكس لواي، ده تايم قليل، على تي 2 اللي هي من واي لزد، تايم كبير تي 2. طبعا زي ما انت شايف السؤال هو عايز تي 1 على تي 2. يعني انت كده كانك بتاخد الرقم القليل على الرقم الكبير، وطبعا لما يبقى رقم قليل على رقم كبير الناتج بيطلع للزان 1. يبقى الاجابه بي، هي دي للزان.
تمام، انما لو كنت بتعمل كبير على صغير كانت تطلع معاك جريتر ذان 1. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك احنا عندنا equilateral triangle. قلت لك لما يبقى عندك equilateral triangle يبقى الايبكس equal 60 ديجري، ما تفكرش. ايبكس ب 60، equilateral كل الانجلز ب 60. 60 ديجري. اوبا، خدت بالك ان هنا الانجلز اللي جوه قد بعض؟ يبقى دي حالة ايه؟ حالة مينيمم ديفيشن. اكتب على طول مينيمم ديفيشن. طب عرفت منين يا مستر؟ عرفت من عشان اصلا سيتا 1 equal phi 2 مينيمم ديفيشن. يبقى الانجل اللايت هيخرج بيها هتبقى بكام؟ هيبقى نفس الانجل اللي هو دخل بيها اللي هي 45 ديجري. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. بص 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 المقلب. هنا الانجل اللي هيخرج بيها 45 ديجري. هو عايز بص انجل اوف ديفيجن. هو عشمك، حسسك ان السؤال سهل وخلاص. انا خدت بالي هي 45 وحطيتها لك في الاختيارات. الانجل اوف مينيمم ديفيجن ايكوال 2 من فاي نود ماينس الايبكس. يبقى 2 من 45 ماينس 60 هتطلع معاك 30. سؤال حلو قوي تصدق، مقلب حلو حلو حلو. اللي بعده. To body the mass of the first is twice the mass of the second و speed الفيرست half the speed of the second. طلع الجبن اللي بيقولوا لك. هو بيقول لك ماس الفيرست يعني M1 equal twice the second V1 half السكند. عايز الكاينتيك انرجي. انت عارف ان الكاينتيك انرجي اساسا equal half mv سكوير. اه يا مستر عارف. اعمل ريشيو كاينتيك انرجي مع الماس دايركت، كاينتيك انرجي مع الفيلوسيتي دايركت. يبقى كاينتيك انرجي 1 على كاينتيك انرجي 2 equal V1 سكوير على V2 سكوير تايمز M1 على M2. عوض. V1 سكوير هتشيلها وتحط هاف V2 سكوير. جبتها منين الكلام ده؟ جبتها منين اهو؟ جبتها من جيفن. على V2 سكوير تايمز M1 بكام؟ من الجيفن ب 2 M2. 2 M2 على M2. تمام 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 تمام. طير، ابدأ طير يلا. هطير ايه يا مستر؟ هطير M2 مع M2 وهتنزل الباور 2 ده عليهم. يعني هاف باور 2 اللي هي 1 اوفر 4 V2 باور 2 على V2 باور 2 في 2. V2 باور 2 راحت مع V2 باور 2 بقى لك ربع في 2. ربع في 2 اللي هي هاف. يبقى kinetic energy 1 على kinetic energy 2 equal half. خلاص هاف. وعايز kinetic energy 1 قد ايه من 2 يبقى هاف. خلاص. السؤال اللي بعده. A body moving in uniform circular motion والفورس ب 40. فورس سنتريبيتال ايكوال 40 نيوتن. طب وقانون الفورس سنتريبيتال بيقول ايه يا باشمهندس؟ ام في سكوير على الار. ادي فورس سنتريبيتال ب 40. الام تمام مش مديالك. والفي سكوير برضو مش مديالك، والار مش مديالك. يبقى اعرف انت كده مش هتستعمل القانون ده، لان هو عايز حاجه اعبط بكتير. هو عايز الورك دان. الورك دان دلوقتي احنا بنقولها للمره رقم مليون و600 الف. يلا بينا. الورك ايكوال ايه؟ الورك ايكوال فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيتا. دي سنتريبيتال يعني السيتا بكام؟ السيتا ب 90. سيتا كوزاين 90 بزيرو، يبقى الورك بزيرو على طول. اسهل بكتير، اسهل بكتير جدا من ما احنا كنا متخيلين. السؤال اللي بعده. A light ray fell from air. تمام، رايح لميديم تاني. part of it was reflected يعني في جزء من الضوء، يعني الضوء كان نازل كده جزء منه انعكس وجزء منه تاني حصل له ريفراكشن. خلي بالك ان الريفلكتد والريفراكتد راي perpendicular to each other. perpendicular to each other. والانجل دي بكام؟ الانجل دي ب 60 ريفليكشن. 60 60 60 و90. انت عارف بقى ان الانجل دي كلها على بعضها كلها 180. يبقى احنا مثلا قلنا دي سيتا. يبقى هقول له على فكره ال 180 ديجري ايكوال سيتا بلس 60 بلس 90. يبقى على طول هتطلع معاك السيتا بكام؟ السيتا هتطلع معاك 30 ديجري. تمام. بعدين دلوقتي احنا محتاجين نجيب الاندكس بتاعت الماتيريال ده، لان هو عايز اصلا الكريتيكال انجل. ازاي اجيب الاندكس؟ هقول له على فكره ساين 60 ساين اللي بره على ساين اللي جوه ساين سيتا ايكوال ام على 1. تطلع معاك ساين سيتا طبعا لسه جايبينها ب 30. هيطلع الاندكس بروت 3. ازاي نجيب فاي كريتيكال؟ ساين فاي كريتيكال ايكوال 1 على ان، يعني ايكوال 1 على الروت 3. يبقى ساين فاي كريتيكال 1 على الروت 3. ساين فاي كريتيكال ايكوال 1 على الروت 3. تعمل ايه؟ تعمل شيفت ساين 1 على الروت 3 على طول.
تطلع معاك اهي 35.26. السؤال اللي بعده سؤال سهل جدا. ريليشن ما بين الفورس والفي سكوير، قلناها 20 مره. خلي بالك لو كانت في بس مش في سكوير كان الجراف كان هيبقى عامل كده سكوير. تمام، خلي بالك دي كده ايه، اكتبها جنبك كده. يلا بينا. الفورس اصلا ايكوال ام في سكوير على ار، ام في سكوير على ار. يبقى انت لو قسمت فورس على في سكوير هيديلك في الاخر ام على ار. ده كده السلوب، ده اللي هو كده عباره عن مين؟ اللي هو عباره عن دلتا واي على دلتا اكس، يعني 8 على 8 يعني 1. يبقى ام على ار بواحد، وبيقول لك خلي بالك الماس ب 2 كيلو جرام. شيل ماس وحط 2 كيلو جرام، يبقى 2 على ار ايكوال 1. يبقى الار ايكوال 2، تروح تختارها على طول. اللي بعده the frame adjacent to السنترال فرايم. نفسك انت تروح تختارها برايت، لان انت عارف ان السنترال برايت دايما اهي. ادي السنترال، هي دي السنترال برايت. بس هو بيقول لك الادجيسنت ليها اللي وراها على طول. اللي وراها على طول ايه؟ دارك. خلي بالك هو هنا عمال يلعب بالالفاظ في الامتحان ده، ويقول لك ايه؟ ان انا عارف ان انت عارف ان السنترال دايما برايت. انا عارف ان السنترال دايما برايت، انا عارف. بس اللي وراها على طول، اللي وراها على طول دارك. السؤال اللي بعده if you know that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 الارث جي ارث، عايز الريشيو ما بين اليونيفرسال جرافيتيشنال كونستانت 1 to 1 طبعا. الجي ده رقم ثابت عمره ما بيتغير في الكون كله، 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11. ولازم تبقى عارف ان الرقم ده صغير جدا، صغير جدا. تمام. السؤال اللي بعده ده تقريبا كده اول سؤال في المقالي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك the opposite graph represents the relation between the displacement والتايم لو الديستنس covered by the wave during the period ب 35 سنتيمتر. يعني المسافة اللي مشاها الاكس دي كلها على بعضها، هنكتبها كده من اول هنا لحد الاخر 35 سنتيمتر. عايز ايه؟ عايز الويفلنس وعايز الفريكونسي. طيب بالراحة. اولا انت لازم اول ما تشوف الجراف ده تعرف ان البريودك تايم ب6. طب عرفت منين؟ ما هو هنا بص عند الستة هنا كده، دي كده معناها ان الويف عملت موجة كاملة. معلش انا مش عارف ارسمها قوي، بالراحة كده اهي، موجة كاملة عند لحد الستة. يبقى بريودك تايم 6 مللي سكند، يعني 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 سكند. طيب ازاي تجيب الفريكونسي؟ على فكرة الفريكونسي اصلا 1 على بريودك تايم، يعني 1 على 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تطلع معاك بسم الله الرحمن الرحيم 500 على 3 هرتز، اللي هي تقريبا بالتقريب كده 166.66 هرتز. ماشي، جبناها الحمد لله. اللي بعده هو عايز بقى الويفلنس، عايز الويفلنس الطول الموجي. الويفلنس قانون واحد بيقول لك اكس على ان. الاكس عندك هي 35 على النمبر اوف ويفز. هو هنا كده انت عارف عملت كام موجه؟ عملت ادي موجه اهي، موجه وموجه ثانيه، يبقى على الاثنين 35 على الاثنين هتطلع معاك على طول 17.5. وما تنساش اليونت، ابوس ايدك، سنتيمتر اهي مهمه جدا. يبقى انت كده طلعت الاجابتين، طلعت له الفريكونسي اهي، وطلعت له الويفلنس، وكتبت له اليونت، وعملت له كل اللي هو نفسه فيه. السؤال اللي بعده بيقول لك if you know that the moon completes a full cycle around the earth every 27.3 days. تمام. فطبعا انت لازم تحول 27.3 days ديت، تحولها تعمل اليوم فيه 24 ساعة، الساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. تمام كده. بيقول لك انا عايز اعرف ارتفاع القمر ده، اجيبه ازاي؟ ومديك راديوس الارث، اليونيفرسال جرافيتيشن كونستانت، ومديك الماس بتاع الارث طبعا. تمام. يلا بينا. بص كده، دلوقتي احنا خدنا في قانون الفي ايكوال 2 باي ار على البريودك تايم، ده احنا خدناه في سيركل موشن. في نفس الوقت ايكوال روت جي ام على الار. هعمل ايه يا هندسه؟ هتعمل باور 2 هنا، وهتعمل باور 2 هنا، باور 2 باور 2. هيطلع معاك ان الفي ايكوال 4 باي سكوير ار سكوير على تي سكوير ايكوال جي ام على الار. كده انا خلصت من الروت.
تمام كده. يلا بينا. دلوقتي احنا عايزين مين؟ احنا عايزين ار دي. تمام. انت عارف انت ممكن توديها لك بالتايمز تبقى ار باور 3، او ممكن لو انت مثلا معصلجه معاك عوض بيها على شكلها ده. تمام. يعني بص احنا ممكن نعمل ايه؟ انت ممكن تبدل الار دي بال4 باي سكوير ار سكوير، ممكن تبدلها، او كانك وديتها بالتايمز. بص عشان ما لخبطكش. تمام. عوض بيها زي ما هي. يلا بينا. تعويض 4 باي سكوير ار سكوير، يعني اصلا هو عايز الار، فاحنا هنقول ايه؟ ار سكوير ايكوال. يلا اعمل اوفر، وهنا في اوفر، هنا في عندك البريودك تايم سكوير. بص هنا هو بقى على التحويله 27.3 24 في 60 في 60. وما تنساش بس تعملها كلها ايه؟ باور 2. الباور 2 اللي جوه دي عشان 60 في 60، ها، عشان بس ايه ما حدش يجي يقول لي جت منين. الجي فوق بكام؟ 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11. الماس بكام؟ 6 تايمز 10 باور 24. وادي الار. انت بقى هتعمل ايه؟ ممكن تحطها كده زي ما هي على الاله، هتطلع ان الار 3.83 تايمز 10 تو ذا باور 8 متر. يلا بينا. انت عارف ان الار دي عباره عن حاجتين. الار دي عباره عن الريديوس بتاع الارث بلس الهايت. يبقى انت عشان تجيب الهايت اللي هو عايزه ايكوال الار ماينس الار، يعني 3.83 تايمز 10 باور 8 ماينس الار اللي هي 6400، هتعمل 6400 تايمز 10 باور 3. تمام كده. هتحطها على الكالكوليتر هيطلع معاك ان الهايت ايكوال 3.77 times 10 to the power 5. سؤال غلس شوية في الماس بس. بيقول لك the opposite figure represent a light ray falling at an angle of 45 وده equilateral triangle، يعني كل الزوايا ب 60 degree. 60 degree هنا كمان. يلا. والركن ده كمان بكام؟ ب 60 degree. كنت رايح في خيرك. هيجي هنا اللايت يحصل له refraction. اوبا، دي reflecting surface، دي مراية. بيقول لك بص if the face AB coated with reflective layer، يعني اللايت هيحصل له ايه؟ reflection. ويجي هنا تشوف الفاي دي بكام. تعال نكمل بالراحه كده. انت عارف ان الاندكس ايكوال روت 2؟ ايوه لسه عارف حالا. هتيجي هنا تطبق سنيلز لو. يلا. ساين 45 اوفر ساين سيتا ايكوال روت 2. يبقى انت كده هتجيب سيتا دي، تطلع معاك سيتا على طول 30 ديجري. ماشي، 30 درجه. حلو. 30 ديجري يبقى بقيتها كام؟ هتلاقي هنا بقيتها من ال 30. انت على فكره ممكن برضو تشتغل من دي كده ايبكس. تمام. فالايبكس مجموع الاثنين اللي جوه، بس مش مشكله. تعال نكمل زي ما احنا. 90 ناقص 30 تطلع معاك كده 60. 60 ودي كمان 60 عشان يبقى كده خلاص 60. الصم 180. هيتبقى هنا كده 30. يبقى اللايت ريفلكت ب 30 برضه. 30 يبقى بقيتها هنا 60. 60 و60 يبقى هنا 60. نفس الارقام هتلاقيها بتكرر نفسها. يبقى دي كمان 30. يبقى هنا كده 30. تمام. بص ثانيه واحده هكبر لك المثلث عشان يبقى اوضح. ثانيه واحده. يلا بينا. احنا كده عرفنا الانجل دي بكام. قلنا 30 ديجري. يبقى بقيتها هنا كده 60 ديجري. طبعا ده ايكويلاترال تريانجل، فالانجل اللي فوق 60 كل الارقام بتاعته 60 متساويه. 60 وهنا برضو 60. 60 و60 يبقى هنا برضو 60. اتمنى ان تبقى شايف كويس. تعال نغير اللون شويه. هتلاقي الانجل اللي جوه دي بقيه ال 90 30. يبقى دي برضو بقيه ال 90، او لا دي بقى بقيتها يعني زيها بالظبط. الانجل اوف انسنس قد الانجل اوف ريفليكشن. يبقى دي كده 60. 60 و60 يبقى لك هنا 60. يبقى هنا كده 30. هبدأ بقى هنا اعمل تشيك، اشوف هو اللايت هيخرج بره ولا هيحصل له ريفليكشن تاني. طب اعرف ازاي يا باشمهندس؟ هروح اجيب ساين فاي كريتيكال ايكوال 1 على ان. ساين فاي كريتيكال ايكوال 1 على الروت 2. يبقى فاي كريتيكال ب 45. اذا اللايت نازل بانجل 30 اقل من الفاي كريتيكال، يبقى يطلع بره ريفراكشن. يحصل له ريفراكشن. وانجل سيتا دي اجيبها ازاي؟ عشان هو اصلا عايز الانجل اوف ايمرجنس. هاجي هنا كده على الجزء ده اطبق سنيلز لو. ساين اللي جوه ساين 30 على ساين سيتا ايكوال 1 على روت 2. وتجيب السيتا ازاي؟
تطلع معاك الثيتا ايكوال 45. تعالى نتأكد تاني. روت 2 ساين 30 شيفت ساين الانسر تطلع فعلا 45 ديجري. يلا بينا اخر سؤال حلو قوي. دي واضح ان هي كده زي ما احنا اتفقنا ترانسفيرس ويف كريست تراف وهكذا. بيقول لك if you increase the speed of shaking your hands، قعدت تلف ايدك كده بسرعه فوق وتحت بسرعه، ماشي، انت كده زودت ايه؟ قال لك خلي بالك without changing the vertical displacement of your hand. تمام؟ يعني هو ايه مثلا لو كان اخره هنا واخره هنا، انت نفس اخرك برضو هنا وهنا بس بسرعه، يعني من غير ما تغير الامبليتيود من الاخر. ايه اللي هيحصل للويف لينث؟ وايه اللي هيحصل للبرودكت تايم؟ وايه اللي هيحصل للسبيد؟ اولا السبيد ده مقلب كبير، لان السبيد طول عمرها طالما انت في نفس الميديم كونستنت. طب والبرودكت تايم والفريكونسي او الويف لينث؟ بالراحه بقى. الفيلوسيتي ايكوال ويف لينث في فريكونسي. لما انت هتعمل شيكينج بسرعه يبقى انت كده بتزود الفايبريشنز، يبقى انت بتزود الفريكونسي. يبقى هتعمل ايه في الويف لينث؟ هم اديتيف انفرس بقى لبعض، سوري مالتيبليكيتيف انفرس لبعض. يبقى دي كده الويف لينث هتقول له ان هي ديكريز، هتقل. طب والبريودك تايم ايه اللي هيجرى له؟ الفريكونسي ايكوال 1 على البريودك تايم، برضه عكس بعض، يبقى ده كده ديكريز. يبقى لو سالك على الويف لينث ديكريز، البريودك تايم ديكريز، السبيد كونستنت. وبكده الحمد لله يبقى اكزام 6 خلصناه الحمد لله دن. معلش يا شباب انا عارف ان انا ايه بتقل عليكم وفيديوهات بتبدا تطول، بس عشان الامتحانات مليانه افكار، فانت زي ما انت شايف انت لازم تكون ملم بكل الافكار دي. وطبعا زي ما انت متعود لو واقف معاك اي حاجه على طول طبعا تبعت لي، وانا اكيد هكون معاك يعني وهرد عليك على طول. شكرا يا شباب تعبتكم معايا. باي باي.